بما اننا بقى لسه مكملين في سلسلة وصفات المدارس، وزي ما وعدتكم ان احنا هنعمل مع بعض كده شوية وصفات حلوة جدا، وفي نفس الوقت كده هتكون غير مكلفة وعلى قد ايدينا، وهعملها لكم كده بانجح واسهل الطرق. فمش هننسى بقى اهم وصفة، وهي كوكيز الافران. هنعمله بقى كده بشوية مكونات بسيطة ومتوفرة في اي بيت، وهقولك كمان على شوية تفاصيل مهمة جدا علشان يطلع معاكي ناجح وبالجمال ده، حتى لو انت اول مرة كده تعمليه. الطعم بقى الاصلي للكوكيز هش كده وخفيف وبيدوب ذوبان وسكره مظبوط جدا. نتابع بقى الفيديو للاخر وان شاء الله تستفادوا. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتحطوا لايك للفيديو. بينا نشوف طريقه التحضير. هنحتاج كده في الاول نص كوبايه من الزيت، وضيف عليهم معلقتين كبار من الزبده. زبده او سمنه اللي متوفر عندك استخدميه، انا علشان مش متوفر عندي سمنه فضفت زبده عادي. واضافه الزبده مش هتفرق معاكم بس كده غير في الطعم، زي ما احنا عارفين ان هي بتدي طعم حلو جدا للبسكوتات. وزودت عليهم كوبايه الا ربع سكر بودر، ويفضل السكر اللي انت هتستخدميه يكون بودر علشان يدوب معاكي بسرعه. هنضربهم بقى مع بعض كويس جدا كده من 4 دقايق ل5 دقايق، والخطوه دي مهمه جدا جدا. ليه بقى انا بقول مهمه؟ ان مضربتيش السكر كويس مع الزيت والزبده وانت بتشكلي البسكوت بتاعك، هتلاقي الماده الدهنيه كده فصلت منه. اهم حاجه ان السكر يدوب كده بنسبه 90%، والخليط معانا يبقى ابيض بالشكل ده. دلوقتي بقى هزود عليهم 2 بيضه، والبيض اللي احنا نستخدمه هيكون بحراره المطبخ. ومادام بقى فيه بيض اكيد يبقى فيه فانيليا، فزودت كمان كده 2 باكت فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. فانيليا بودر او فانيليا سايله اللي متوفر عندك استخدميه، ده وده شغال معاكي وزي الفل. وبالنسبه بقى لمعلقتين الزبده اللي انا ضفتهم في الاول، يا دوب ان انا كنت مسيحه الزبده كده حبه صغيره، ما كانتش سخنه ولا اي حاجه. دلوقتي بقى انا ضربت البيض كويس كده مع باقي المكونات، والسكر داب بنسبة 100%. وزي ما قلت لكم في الاول، اهم حاجة كده ان السكر يدوب تماما علشان السمنة كده او المادة الدهنية ما تفصلش من الكوكيز بتاعنا واحنا بنشكله. هنرفع بقى كده المضرب بتاعنا علشان مش هنحتاجه في اي حاجة تاني. دلوقتي بقى محضرة معايا 2.5 كوباية من الدقيق، ومش هنزل بكل كمية الدقيق اللي معانا دفعة واحدة. نزلت كده بحوالي تلتين الكمية في الاول. هزود بقى على الدقيق معلقه الا ربع كده صغيره من البيكنج باودر، ما نملاش المعلقه لحد الاخر. وذره ملح صغيره، وما تزودوش في كميه البيكنج باودر عن كده علشان الكوكيز ما يفرش معاكم زياده عن اللازم وهو بيستوي. وذره الملح بقى اللي احنا ضفناها دي علشان تعادل الطعم معانا. بالنسبه بقى للكوبايه اللي انا استخدمتها وعايرتي بيها مقادير وصفه النهارده، الكوبايه دي مج الشاي العادي وسعته بتكون 200 مللي. بعد ما كميه بقى الدقيق اللي انا ضفتها في الاول كده اختلطت كويس مع باقي المكونات، زودت كمان كده باقي الكميه اللي معايا، وشلت في الاخر كده حوالي معلقتين 2 بس. يعني مش بنضيف كل كميه الدقيق اللي معانا، بنسيب منها بس كده حوالي معلقتين علشان نظبط بيهم العجينه في الاخر. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان البسكوتات ما بتتعجنش، يا دوب ان احنا بنقلبها بس بالمعلقه كده من تحت لفوق. ده بقى كده هيكون قوام العجينه، هتكون طريه بالشكل ده وفي نفس الوقت كده بتلزق في الايد. هاخد بقى حوالي كده تلت الكمية علشان دي هنعملها كده كوكيز بالشوكولاتة. هضيف بقى على تلت الكمية من العجينة دي معلقة كبيرة كده من الكاكاو. وبالنسبة بقى للكاكاو لازم ان احنا نخله في الاول كده علشان ما يكونش مخرز معانا جوه العجينة. انا استخدمت كده كاكاو اسباني، والكاكاو ده هيكون خام. وبالنسبة بقى لدرجة الكاكاو هتكون متوسطة، مش فاتح كده ولا غامق. هنقلب بقى من تحت لفوق بالشكل ده، وانا مش بعجن، يا دوب ان انا بقلبها بايدي بس لحد ما الكاكاو يختلط كده كويس مع العجينة. كده عجينة الشوكولاتة بقت جاهزة معانا وزي الفل. هتختبريها بايدك بقى بالشكل ده، هتاخدي حتة كده بين ايديكي وتكوريها. لو لقيتيها كده مش بتلزق في الايد وفي نفس الوقت ما فيهاش اي تشققات، كده بتكون زي الفل معاكي. غطيتها بقى كده ودخلتها التلاجة، ودي عجينة الفانيليا. هزود عليها بقى كده معلقة واحدة بس كده من معلقتين الدقيق اللي احنا كنا شايلينهم مع بعض في الاول. اللي لقينا بقى قوام العجينه كده ظبط في ايدينا وما بقتش بتلزق كده يبقى خلاص. اللي لقيناها بقى لسه بتلزق هنضيف المعلقه الباقيه. حسيت بقى كده ان هي لسه طريه معايا، فضفت بقى المعلقه المتبقيه معايا. وهلم برضو العجينه بالشكل ده، بقلبها كده من تحت لفوق، ولمجرد ما الدقيق يختفي معانا كده بتبقى تمام وجاهزه معانا وزي الفل. لو بتعجني بقى وانتي لابسه جوانتي اقلعي علشان تختبري العجينه، ولو بتعجني بايدك كده اغسلي ايدك ونشفيها وبعد كده تعالي اختبري العجينه. شايفين بقى ما شاء الله قوامها عامل ازاي؟ لينه جدا وما فيهاش اي تشققات ولا بتلزق في الايد.
طيب لو لقيتي العجينة كده لسه بتلزق في ايدك كده بتبقى محتاجة حبة صغيرة من الدقيق. ولو اختبرتيها بقى كده ولقيتي فيها تشققات كده يبقى الدقيق زاد منك. ممكن تضيفي لها بس كده معلقة واحدة من الحليب لحد ما قوامها يظبط معاكي. خلاص كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. هغطيها بقى كده بكيس نايلون وهدخلها التلاجة حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. هنطلع بقى العجينة كده من التلاجة بعد ما عدى عليها 10 دقايق ونبدأ بقى ان احنا نشكل فيها. بتاخدي بقى حتة صغيرة كده من العجينة وفي الاول تدمجيها بين ايديكي، وبعد كده بقى تكوريها وتضغطي عليها ضغطة بسيطة جدا. وزينتها كده بالشوكولات شيبس وهتكون بقى بالحجم ده. بصراحة كده انا موزنتهاش، لكن بالنظر وزنها كده هيكون حوالي 10 جرام، والوزن ده بيكون مناسب جدا. لكن انتي بقى لو عايزة تعملي حجمها اكبر من كده براحتك خالص. الاول بس تدمجي العجينه كويس بين ايديكي، وبعد كده بقى تبرميها وتشكليها، وهتضغطي عليها ضغطه خفيفه خالص. ما تضغطيش عليها قوي علشان ما تفرش منك زياده عن اللازم كده، علشان حجمه بيزيد شويه هو جوه الفرن. هو حجمه بيزيد كده حبه صغيره لكن مش بيفرش. في فرق بين ان حجمه يزيد وفي فرق بين ان هو يفرش معاكي ويسيح. وعايزه اقولك كمان لما تيجي تعملي اي بسكوت كده او كوكيز لازم ان انتي تختبريه في الاول. يعني قبل ما تشتغلي في الكميه كلها كده وتسويها، ممكن تعملي واحدتين اتنين بس كده في الاول وتسويهم. لو لقيتيه فرش معاكي او حصل فيه اي حاجه اظبطي العجينه والحقي نفسك. لو جيتي كده تسوي واحده او اتنين ولقيتيه فرش منك كده وهو بيستوي كده، العجينه بتبقى محتاجه معلقه دقيق. شكلت بقى كده كام واحده من الكوكيز اللي بالفانيليا، واحط برضو معاهم كده كام واحده من كوكيز الشوكولاته علشان اعرف التسويه بتاعته. بالنسبه بقى للصينيه اللي احنا هنخبز فيها نكون مسحينها كده بمسحه زيت خفيفه جدا. حتى لو ما مسحتهاش خالص هو كده مش بيلزق معاكي، بس علشان تكوني في الامان اكتر لازم ان انت تمسحيها بس كده بمسحه بسيطه من الزيت. وانتي بقى بتشكليه كده، لو عايزه بقى تحطي الشوكولاته فيه بنفس الطريقه اللي انا بحطها كده، او تمسكي كوكيزايه كده وتحطيها كلها في طبق الشوكولاته براحتك خالص. بس في الوقت ده هتشيل معاكي كده كميه حلوه من الشوكولاته، فانتي براحتك خالص او اللي يريحك اشتغلي بيه. خلاص كده تمام. شكلت بقى اول صينيه، وهتخلي بين كل واحده والتانيه كده مسافه مناسبه، علشان زي ما قلت لكم ان هو حجمه بيزيد وهو بيستوي حبه صغيره. بدون اي انتظار بقى خدهم على التسويه على طول. العجينه بقى عملت معايا الصينيتين الكبار دول، الصينيه اللي انا اخدتها على التسويه والصينيه التانيه دي. ما شاء الله الكوبايتين دي بيعملوا معاكي كميه حلوه، هيعملوا معاكي كده اكتر من 50 حبه. وده بقى هيكون شكل الكوكيز القمر بتاعنا بعد ما سويته كده وخرجته من الفرن. بعد ما بيستوي كده وبتخرجيه من الفرن على طول هتحركي كل واحده كده حركه صغيره وتسيبيها في مكانها في الصينيه لحد ما يهدى ويبرد تماما. بس ما تلمسيش الشوكولاته بقى وهي لسه سخنه علشان ما تسيحش كده منك وتبهدل الدنيا معاكي. شايفين بقى ما شاء الله شكله حلو قد ايه، والتسويه بتاعته مظبوطه جدا. البسكوت اهي كده طالعه على وضعها، لا فرش ولا شقق معانا ولا اي حاجه، يا دوب ان هو زي ما قلت لكم حجمه بيزيد حبه صغيره. وهنتكلم برضو عن التسويه دلوقتي بالتفصيل. احنا بندخله كده على فرن سخن، والفرن بتاعنا بيكون شغال قبلها بربع ساعه لحد ما يسخن كويس. هنحط بقى الصينيه بتاعتنا كده على تاني رف بعد الصاجه، والفرن بتاعنا بيكون شغال من تحت بس على درجه حراره 180. هياخد بقى معاكي بالظبط جوه الفرن من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وده طبعا على حسب حراره الفرن عندك. وزي ما قلت لكم الفرن بتاعنا بيكون شغال من تحت بس. بعد ما بيستوي بقى كده وبياخد لون ذهبي خفيف من تحت، اخر دقيقتين 3 كده هتشغلي عليه الشوايه من فوق. وكل دقيقتين 3 لفي الصينيه بقى كده وحركيها علشان ياخد لون موحد من كل مكان، وبيطلع بقى بالشكل واللون والقمر اللي انتوا شايفينه ده. انا بحبه بقى كده يكون مقرمش، علشان كده سبته في الفرن حوالي تلت ساعة. انتي بقى لو بتحبيه طري معاكي شوية هتسيبيه في الفرن ربع ساعة بس مش اكتر من كده. شايفين بقى ما شاء الله شكله من جوه عامل ازاي، هش جدا وخفيف وبيدوب ضوان. وعايزة اقولكم كمان ان سكره مظبوط على الشعرة. الطعم بقى بتاعه في حتة تانية خالص، جربوه متأكدة ان هو يعجبكم جدا وهيعجب الولاد قوي. وبكده بقى نكون خلصنا مع بعض فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم مني اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.